بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو راح نعطي لك حل مشكل تاع العصارة في الماشينة نصف أوتوماتيكية كوندور. العصارة لما تبدا تخرج لك الماء وما تعصرلكش الحوايج مليح، هنا نعرفوا باللي العصارة راهي مبوشية. تبوشات لك إما بالبقايا تاع القماش، القطن ولا تراب ولا. المهم طريقة سهلة جدا، بلا ما تروحي للعامل تاع الخدام تاع الماشينه يسقمها لك. الطريقه سهله بزاف. كيفاش تعرفي؟ اولا كيفاش تعرفي باللي هذه العصاره راهي مبوشيه؟ اولا الحوايج ما يخرجوش ناشفين مليح. ثانيا الماشينه لافي تحسيها ثقيله، ما تخرجي الماء ديري هذا البوطون تاع تخرجي الماء تلقايها مازالها ثقيله معمره بالماء، تبدا تريح، الحوايج يبداو يريحوا، يطلع لك ثاني تشوفي الماء يطلع لك كي تكون فيها بزاف الماء. طريقه سهله بزاف. هنا راني جبت الماشي هنايا تجبديها كيما هنايا على الصاله تاع تجبديها هكذا شويه وتدخلي موشه بالي وتحوسي على واحد الثقب هو اللي ما بايش ولا راهي واضحه. هنا كاين واحد الثقب هذاك تحاولي ديبوشيه بموشه بالي ولا اي حربه رقيقه، ديبوشيه. واذا حاجه حاصله تتنحى تحاولي تديبوشيه هكا هكا هكا، هذيك الحاجه اللي حاصله تهبط. واذا ما حبتش هذه الطريقه ممكن ترمي كاش برودوي ديبوشر، راح يديبوشي لك هذا الثقب.